عارف كويس قوي انه لو الشعوب العربيه تشكل مثلا 400 مليون مواطن عربي، فانا عارف ان فيهم على الاقل في 50 70 80 واحد ما يعدوش ال1000 هم اللي تابعوا ما يسمى القمه العربيه، اللي هي في الحقيقه ولا حاجه. انا عايز اوريكم ولا حاجه الصوره دي، عشان من الصوره دي عايزين نقرا حاجه يمكن نطلع بحاجه، ما هو ما يبقاش كل ليله ولا حاجه. الصوره زي ما انتم شايفين كده. انا عايزك انت وانت ما تابعتش القمه تقول لي الصورة دي فيها مين ناقص؟ مبدئيا الراجل اللي قاعد ورا ده اهو، الراجل ده اسمه احمد ابو الغيط. الراجل ده امين عام جامعة الدول العربية، مكانه الحقيقي في الصور التذكارية هنا. مفروض ان ده رئيس الجامعة العربية، امين عام الجامعة العربية، والحفلة دي على شرف الراجل ده. صحيح هي في الاردن، انما يتحط الراجل ده هنا. كونه يبقى موجود هنا ده معناه ان البروتوكول والرسميات الحقيقة ولا حاجة. طيب ما علينا، مش مشكلة. خلينا نرجع تاني. الراجل اللي ورا الملك الأردن ده رئيس تونس، والراجل اللي جنبه ميشيل عون بتاع لبنان، والراجل ده بتاع العراق. بينما ده رئيس السلطة الفلسطينية. مفترض ان الثلاثة دول طبقا للبروتوكول المحترم يبقوا قدام هنا، لان انت هنا بتحط رؤساء الدول. يعني يبقى امين عام جامعه الدول العربيه جنب الدوله المضيفه اللي هو ملك الاردن اللي هو احمد ابو الغيط يجي هنا، والثلاثه اللي ورا دول يجوا هنا، لان تونس لا هي دوله قليله، ولا العراق دوله قليله، ولا لبنان دوله قليله. بينما السلطه الفلسطينيه اسمها سلطه. حتى بره بيقولوا له تقريبا لعباس، كانوا بيقولوا على عرفات، ما اعرفش بيقولوا على عباس ولا لا، مستر تشيرمان. وتشيرمان يعني زي رئيس شركه كده، يعني حاجه كده. يعني ما علينا. الصوره دي بقى ناقصه مين؟ اديك شايف اهو، الوطن العربي وطني حبيبي، الوطن الاكبر، يوم ورا يوم امجاده بتكتر. ناقص مين في الصوره؟ ناقص مين؟ ادي لبنان، تونس، العراق، بحرين، السودان، ده مش مصر خالص، ده جاسوس، موريتانيا، الكويت، السعودية، قطر. ناقص مين يا جماعة؟ عمان، سلطنة عمان، الإمارات. ناقص مين يا إخوانا؟ حد يقول لي ناقص مين؟ حد يقول لي مين اللي ناقص في الصورة دي؟ ناقص واحد بس. الواحد ده ومش قليل، ده مش وزير خارجية ولا مستر تشيرمان ولا هو حد عادي. الواحد ده بقى هو اللي قال على القمة العربية إنها ولا حاجة. مين الواحد ده؟ جلالة ملك المغرب. ملك المغرب أصلا عنده موقف من القمة العربية من 2005 ما حضرش. ده مش بس كده، ده ملك المغرب لما جم قالوا له في الدورة اللي فاتت 27 جلالة ملك المغرب ممكن تاخد القمة دي، قال لهم ما بلزمنيش، معلش عشان خاطرنا ما فيش قمة تخش بيتي. يا جلالة الملك معلش احنا مزنوقين في قعدة والقمة وهنقعد نهري ونجيب سوداني ولب والحاجات دي، مش عايزها. ليه بقى؟ اعتذر ملك المغرب عن استضافة القمة اللي فضلوا يدوروا لها على بلد فلاقوا موريتانيا المسكينة. ليه بقى اعتذر ملك المغرب؟ اهو ده القمة اللي فاتت رسميا، المحدث رسميا، المغرب تعتذر عن استضافة القمة العربية المقبلة والجامعة موريتانيا البديل. دي كانت القمة اللي في موريتانيا اللي فاتت. وسجل البلاغ أنه أمام غياب، شوف بقى، شوف المغرب أو جزء من الباب بتاعها، أمام غياب قرارات هامة ومبادرات ملموسة يمكن عرضها على قادة الدول العربية، فإن هذه القمة ستكون مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية وإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين الدول العربية. وأكد أن العالم العربي يمر بمرحلة عصيبة، بل إنها ساعة الصدق والحقيقة التي لا يمكن فيها لقادة الدول العربية الاكتفاء بمجرد القيام مرة أخرى بالتشخيص المرير لواقع الانقسامات والخلافات التي يعيشها العالم العربي دون تقديم الإجابات الجماعية الحاسمة والحازمة لمواجهة هذا الوضع، سواء في العراق أو اليمن أو سوريا التي تزداد أزماتها تعقيدا بسبب كثرة المناورات والأجندات الإقليمية والدولية. كما لا يمكنهم الوقوف مكتوف الآدي أمام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية أو الاقتصار على دور المتفرج الذي لا حول له ولا قوة على المآسي التي تمس المواطن العربي في صميمه. كما أكد البيان أن المغرب لا يريد
أن تعقد قمة بين الزهراني دون أن تسهم في تقديم قيمة مضافة في سياق الدفاع عن قضية العرب والمسلمين الأولى، ألا وهي قضية فلسطين والقدس الشريف، في وقت يتواصل فيه الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنتهك فيه الحرمات ويتزايد فيه عدد القتلى والسجناء الفلسطينيين. ده كان موقف ملك المغرب السنة اللي فاتت لما ما كانوش، كان المفروض المغرب هي تستضيف القمة دي، لكن ما لقوش المغرب قالت لهم لا مش هستضيفها عشان الحاجات دي، فودوها موريتانيا وملك المغرب ما حضرش. من 2005 المغرب ما بتحضرش قمة عربية.